يعني الأهداف مطلوبة. الأهداف مطلوبة في هذه المباراة وفي المباريات المقبلة. مشاهدينا الكرام، يعني حتى الآن باحتساب الهدف اللي سجل قبل حين في مباراة الكوت ديفوار وأوغندا وصلنا إلى 29 هدف. يعني المحصلة تبقى ضعيفة وأقل من المتوسط، ولم يتبقى على نهاية دوري المجموعات سوى 3 مباريات يوم غد وبعد غد، وبالتالي المحصلة التهديفية تبقى ضعيفة. لما نقول ضعيفة أنا أقارنها بالنسخة الماضية في دوري المجموعات. يعني خذ مثلا في 2011 في دور المجموعات فقط 46 هدف. في 2014 في دور المجموعات فقط 59 هدف. في 2016 في رواندا 62 هدف في دور المجموعات. تصوروا 62 هدف في دور المجموعات. في نسخة المغرب 39 هدف، 40 هدف في دور المجموعات. في 2020 في دور المجموعات 46 هدف. الآن وصلنا فقط إلى 29 هدف في النسخة الحالية، وبالتالي المعدل التهديفي يبقى ضعيف بمعدل 1.75 في كل مباراة. وبالتالي الأهداف لما تغيب الأهداف الدولي لكرة القدم. وكانت هناك زيارات بالمناسبة لوفد من الكاف ومن الاتحاد الدولي لكل من مصر والمغرب، هو اللي يفوز بالألقاب على مستوى بمسابقة كأس السوبر الإفريقي وتألقها وحصولها على البطولات في السنوات الماضية. زد على ذلك هناك إمكانية دخول أندية أخرى كما زبدة الأندية الإفريقية بمشاركة حبات الكريز الأندية الإفريقية. لما نحكي عن أندية مصر، الأندية الحاضرة من مصر ومن تونس والمغرب، طبيعي نظرا لسمعتها وتفوقها وتألقها وحصولها على البطولات في السنوات الماضية. زد على ذلك هناك إمكانية دخول أندية أخرى كمازيمبي، أيضا نادي ماميلودي سانداونز في انتظار اكتمال الصورة، لأن يبدو بأن القائمين على هذه البطولة سيبدأون ب8 فرق، وبالتالي سيختارون النخبة. لذلك ذهبوا للمغرب، ذهبوا لمصر، تونس كذلك، وربما قريبا بعض البلدان. لما لا جنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا عندها سانداونز، ماميلودي سانداونز، وبالتالي 8 فرق تمتعنا وهي التي سعيدين على الأرقام القياسية. تصور مثلا دورة رواندا، مجموع الأهداف في كل البطولة 80 هدف. مشاهدي الكرام، المقام تعكس فعلا مستوى كأس العالم. الأفارقة ككل وليس المحطات المهمة في انتظار الكاف وفي والمتعة والحضور الجماهيري الكبير إن شاء الله المقبل عليه الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ولكن هناك محطة نسيتها، محطة مهمة ايضا، محطة الاعلان عن البلد المستضيف لكأس افريقيا 2025. هذه من المحطات التي ينتظرها الافارقة قاطبة للتعرف من هو البلد الذي سيستضيف نهائيات كأس افريقيا. يمكن في الظاهر كثيرون منكم يرون بأن الملاعب معيار أساسي. نعم هو أساسي، ولكن إضافة إلى الملاعب هناك معايير مهمة جدا وأساسية في الكثير من الأشياء التي يجب أن توفرها، في الكثير من الأشياء التي يجب أن تقدم فيها ضمانات حتى تفوز بكأس الأمم الإفريقية وتحظى بثقة الاتحاد